في الدروس اللي فاتت عرفنا ازاي نستلم الحساب صح من السيلز، وفهمنا العميل والسياق بتاعه وعملنا كيك اوف ميتنج محترم. دلوقتي جايين على واحده من اصعب حتت الشغل في الاكونت مانجمنت، ازاي تظبط التوقعات من غير ما تبان انك ضد العميل ومن غير ما تبيع كلام مش هتعرف تنجح. ان اغلب الخناقات بين الشركه والعميل مش بتبدا لان الشغل وحش، بس بتبدا لان اللي اتوعد بيه مش هو اللي اتكون في دماغ العميل، وانت كاكونت مانجر واقف في النص. لو قلت حاضر حاضر على كل حاجه هتحرق الفريق والشغل، ولو قلت لأ بطريقة ناشفة هتحرق العلاقة مع العميل. فعشان كده لازم تتعلم إدارة التوقعات، لا تبقى يسمان ولا تبقى حيطة كل حاجة عندها لأ. تعال نحدد أشكال التوقعات اللي بتولع كتير. أول شكل توقعات السكوب، نطاق الشغل. العميل بيتخيل إن الباك اب فيها حاجات معينة أكتر من المكتوب، تصوير زيادة، تعديلات بلا حدود، أو فيتشرز مش موجودة في السيستم. والجملة الشهيرة افتكرنا ان ده اللي جوه الاتفاق، احنا افتكرنا ان ده اللي اتفقنا عليه. تاني شكل توقعات الوقت او الديدلاين، عايزين ده بكره، ينفع نبدا خلال اسبوع، ليه الموضوع ده واخد شهرين مش كتير، لو وافقت من غير ما تفكر هتدي الفريق مواعيد مستحيله وبعدين انت اللي هتتحرق في النص. تالت شكل توقعات الفلوس او البادجت، طيب ما تزودوا حبه من غير تكلفه، مش هينفع تدخلوا دي في الباقه كده يعني، ايه يعني تعديلين زياده؟ لو كل مره قلت ماشي انت كده بتقلل قيمة شغلك وشغل شركتك في عين العميل. رابع شكل توقعات النتائج، عايزين مليون جنيه مبيعات في شهرين، عايزين السيستم يحل كل مشاكل الإدارة في أول شهر، عايزين القناة توصل ل100,000 مشترك في 3 شهور. المشكلة مش إن الأهداف وحشة، المشكلة إن ساعات بتكون مش واقعية مقارنة بالميزانية والزمن وحالة السوق. قبل ما ندخل على جملة لأ مش دلوقتي، خلينا نحط شوية مبادئ تحكم طريقة كلام. أول مبدأ الوضوح قبل إرضاء اللحظة. هدفك مش إن العميل يخرج من الميتنج مبسوط وبعدين يتصدم، هدفك إن العميل يخرج فاهم الحقيقة من بدري، حتى لو في مقاومة بسيطة في الأول. تاني مبدأ كل ما بدري أحسن، كل ما ظبطت توقعات من الأول الخناقات بتقل بعدين. تالت مبدأ قدم الموضوع على إنه حماية مش منع، بدل العميل يحس إنك بتبخل عليه خليه يحس إنك بتحميه من وعود مش واقعية أو جودة هتقل أو نتائج مش كويسة. رابع مبدأ دايما قدم بديل، بدل ما تقول لأ ما ينفعش، يقول ده مش مناسب للسكوب الحالي بس نقدر نعمل 1 و2 و3. خامس مبدأ وسط، أي اتفاق على سكوب جديد أو وقت إضافي أو تكلفة إضافية لازم يكون مكتوب. كلام الشفهي بيتنسي واللي مكتوب بيحميك ويحمي العميل. يلا نطبق كلام ده عملي. أول موقف، العميل بيطلب حاجة زيادة خارج السكوب، مثلا بيقول ممكن بالمره نصور فيديو كمان، او ينفع تضيفوا الفيتشرز دي في السيستم. لو قلت ماشي بسرعه هتفتح على نفسك ابواب الجحيم، اننا بنزود ببلاش. زي ترفض بشكل ذكي، ممكن تقول الفكره حلوه جدا وانا متفهم انك عايز تستغل وجودنا بافضل شكل، بس خليني اكون واضح معاك، السكوب الحالي بيغطي 1 2 3، الاضافات دي معناها وقت وشغل من تيم تاني، فده بيكون خارج الباقه الحاليه. نقدر نعمل واحد من الاختيارين، يا اما نبدل حاجه من اللي في الباقه الحاليه ونحط حاجه مكانها، او نحسبها كخدمه اضافيه ونعمل لك عليها عرض بسعر مخفض عشان انت عميل عندنا. هنا انت عملت 3 حاجات، ما قتلتش الفكره، ما طلعتش طماع، وفي نفس الوقت حميت السكوب. ممكن تستخدم طريقه تانية تربط السكوب بالجوده. لو دخلنا كل الطلبات دي جوه نفس الباقه هنضطر نسرع قوي، وده هيأثر على الجوده اللي احنا متفقين انها مهمه. عشان كده لو عايز نضيف ده، يا اما نعدل السكوب يا اما نعمل باكج منفصله للجزء ده. الرساله واحده بس بتوصل ان هدفك الجوده مش المنع. تاني موقف، عميل مستعجل وعايز ديدلاين مستحيل، عايزين الكامبين بعد 3 ايام، عايزين السيستم يبقى لايف خلال اسبوع، الحلقه لازم تنزل بعد بكره. انت هنا مش عايز تبقى الراجل اللي دايما بيقول لا، بس في نفس الوقت ما ينفعش تحط الفريق في التهلكه. ممكن تستخدم نموذج اشرح العمليه. خليني اقول لك بصراحه، عشان نطلع حاجه تليق باسمنا وبيكم بنمشي على مراحل 1 2 3، ولو ضغطنا كل ده في 3 ايام هتطلع حاجه سريعه مش هتبقى بالمستوى اللي حضرتك متوقعه. اللي اقدر التزم بيه وانا مطمن ان احنا على الاقل محتاجين عدد ايام عشان نطلع شغل محترم. او تستخدم نموذج اختيار سريع واختيار مثالي، نقدر نعمل واحد من 2، يا اما نطلع نسخه بسيطه خلال 3 ايام نعتبرها بايلوت ونطورها بعدها بهدوء، يا اما لو عايزين من الاول حاجه قويه ومستقره يبقى نحدد موعد بعد عدد معين من الايام، وده اللي اقدر اضمنه ليك. كده انت احترمت استعجاله وفي نفس الوقت
ما بعتهوش في حلم مش منطقي. تالت موقف، الكلام عن الفلوس، الاكسترا كوست، وده اللي الناس كتير بتتكسف منه. بس الحقيقه لو فضلت تزود حاجات ببلاش طول الوقت، مش بس انت اللي هتتظلم، قيمه خدمتك نفسها هتنزل في عين العميل. ازاي تقول دي بتكلفه من غير ما تبان؟ طب ممكن تقولها بربط التكلفه بقيمه واضحه. الجزء اللي حضرتك طالب تضيفه محتاج تيم زياده، وقت زياده، وده معناه تكلفه زياده علينا بشكل مباشر. عشان كده بنحسبه كاد اون، وفي المقابل هيديك 1 2 3 كقيمه مضافه. اقدر ابعت لحضرتك عرض منفصل للجزء ده وبسعر خاص بما انك عميل قديم معانا. وفي بعض الحالات ينفع تتعمل مجامله واحده بشكل واعي. الجزء ده في الطبيعي بيكون بتكلفه اضافيه، لكن بما اننا في بدايه التعاون وحابين نوريكم مستوى شغلنا، هنعتبره مجامله لمره واحده، ومن بعد كده اي حاجه من النوع ده هنحتاج نحسبها كخدمه اضافيه. حابب اوضح ده عشان ما يبقاش في لبس بعدين. كده انت عملت قيمه وحطيت حد للمستقبل. طيب، طبيعي جدا ان العميل يعترض او يزعل. ممكن يقول انتوا مش عايزين تساعدونا ليه؟ يعني مش هتعملوا لنا حاجه زياده؟ الشركه اللي قبلك كانت بتعمل كده عادي. هنا اهم حاجه ما تدخلش في وضع دفاعي. ما تقولش احنا بنعمل اكتر من غيرنا او طب روح لهم. خليك هادي وارجع لمبدأ حماية الجودة والوضوح. ممكن تقول أنا فاهم تماما إنكم حابين تاخدوا أعلى قيمة من التعاون، وده حقكم، عشان كده أنا حريص إننا ما نوعدش بحاجة مش واقعية ولا نحط الفريق تحت ضغط يوقع الجودة، لأن ده في الآخر هيأثر على النتيجة اللي إحنا واعدينكم بيها. خلينا نشوف مع بعض أفضل طريقة نحقق بيها اللي عايزينه من غير ما نظلم حد ولا نغشكم بوعود شكلها حلو بس مش عملية. ولو الاعتراض كمل تقدر تستخدم العقد كمرجع من غير ما تبقى احنا ضدك. لو حابب نرجع للكونتراكت او البروبوزل ونراجع مع بعض اللي متفقين عليه بالظبط، انا جاهز نراجعه سوا. وفي نقطة مهمة جدا لازم تثبت في دماغك، الكلام الصعب لو اتقال صح بيزود ثقة العميل فيك مش العكس. لما العميل يشوفك بتقول ده مش منطقي، بتوضح اللي تقدر تعمله واللي لأ، وبتقول ده محتاج تكلفة بوضوح وبأسلوب محترم، هيشوفك شخص مسؤول. ومع الوقت لما يلاحظ ان كل مره تقول اقدر اعمل كذا بتعمله فعلا، الثقه هتعلى، وهنا تبدا تتحول من مجرد حد بيمشي الشغل لتراستد ادفايزر، لناصح امين. وده هدفنا في المسار كله. في النهايه اداره التوقعات مش رفاهيه، دي وظيفه اساسيه من وظائف الاكونت مانجر. اخطر 4 توقعات لازم تشتغل عليهم: السكوب، الوقت، الفلوس، والنتائج. والتعامل الصح معاهم قايم على وضوح من بدري، احترام العميل، حماية الفريق، وتوثيق مكتوب. وكلمة لأ لو اتقالت بطريقة محترمة وبنبرة مظبوطة ترفع احترام العميل ليك مش تقلله.